السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض البقسماط المقرمش، بقسماط بتاع الافران، بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. ومكوناته سهلة وبسيطة جدا ومتاحة وموجودة في البيت وعلى قد الايد كمان. احنا عملنا قبل كده مع بعض على القناه الكرواسون الاقتصاد الصيامي، موجود عندكم على القناه. وعملنا البوريك بالجبنه برضو هتلاقيه موجود على القناه. وعملنا المخبوزات بالعجوه ومخبوزات بالجبنه. وعملنا اخر حاجه العيش الفينو الاقتصادي بشويه دقيق وشويه ميه، موجود برضو على القناه. وجيت دور النهارده على البقسماط. بصوا جميل جدا ومقرمش جدا ما شاء الله وناجح جدا. تعالوا بقى نشوف هنحتاج ايه ونعمله ازاي مع بعض. اول حاجه معايا نص كيلو دقيق، تمام. ورشه ملح صغيره، يعني ربع معلقه ملح صغيره. ومعلقه كده كبيره خميره. ومعلقتين اتنين كبار سكر، تمام. ومعايا نص كوباية زيت، يبقى النص كيلو دقيق بيحتاج نص كوباية زيت. نص كيلو دقيق، نص كوباية زيت. ربع معلقة صغيرة ملح، معلقتين اتنين كبار سكر. ومعلقة كبيرة خميرة. ومعايا هنا مية دافية للعجن، تمام. على حسب نوع الدقيق هنحتاج السوائل، لان في دقيق بيحتاج سوائل كتير وفي دقيق ما بيحتاجش سوائل كتير، تمام. انا النص كيلو دقيق يحتاج معايا كوبايه ميه واحده بس دافيه، تمام. ممكن انتم معاكم يحتاج اقل او ممكن يحتاج اكتر على حسب نوع الدقيق بتاعكم. ليه بقى انا عجنت بميه دافيه وما عجنتش مثلا بميه سخنه؟ لان الميه السخنه هتموت لي الخميره، فلو الخميره ماتت خلاص العجينه كده مش هتخمر معايا والعجينه هتبوظ، تمام. فلازم ان انا اعجن العجين دوت بميه دافيه. الميه السخنه هتموت لي الخميره، تمام كده. بنعجن بميه دافيه وبحط الميه كده بالتدريج واحده واحده عشان خاطر العجينه ما تلزقش معايا ولا تبقى كده ايه، طريه قوي كده ولا تبوظ مني. وتاني بقى احط دقيق وميه ودقيق وميه كل شويه والعجينه تبوظ بقى والايه والموضوع ينتهي. واهم حاجه بقى ان انا اعجن بقى كده العجينه كده كويس جدا زي ما انتم شايفين لحد ما تبقى طريه خالص وما تكونش بتلزق معايا وتبقى ناعمه. من عوامل نجاح العجينه اللي انا اعجن العجينه لمده 10 دقايق كده على ايدي، او مثلا لو عندي عجان ولا حاجه بتني اعجن كده في العجينه زي ما انتم شايفين، وبديها بوكسات كده في وشها لحد ما ايه ما تبقى ناعمة خالص وطرية كده، ومنسيبهاش تخمر. بنسيبها ترتاح نص ساعة بس. البقسماط ما بيخمرش يا جماعة، بيرتاح بس نص ساعة، تمام. خلاص انا خلصتها كده عجن، خلاص بحطها بقى كده في مكان وبغطيها وبسيبها نص ساعة بس ايه ترتاح معايا. بعد ما ارتاحت معايا ده بقى سمسم. بحط عليه كده ايه معلقتين ميه ولا حاجه واقلب كده السمسم بالميه. لازم السمسم يتحط عليه ميه عشان خاطر يمسك في العجينه، لان لو ما حطتش عليه ميه إيه هيسيب العجينه ويقع تمام كده وممكن يتحرق مني كمان. انا اجيب بقى العجينه زي ما انتم شايفين كده واقطع منها قطع صغيره كده بالسكينه. وابتدي ان انا افتلها كده على الرخامه زي ما انتم شايفين بكف ايدي من تحت مش بصوابع ايدي عشان خاطر صوابع ايدي ما تعلمش عليها. وبحط كده الفتيل في قلب السمسم زي ما انتم شايفين. اللي مش حابب سمسم ممكن يعمله ساده عادي خالص. بعمل الفتيل خط واحد كده كبير زي ما انتم شايفين كده، برفعه كده كويس لان بسيبه يرتاح برضو نص ساعه برضو بعد ما بقطعه، تمام، عشان حجمه بيتضاعف برضو تاني. بجيب بقى الصاج دوت مدهون زيت. لو انتوا عندكم الصاج بتاعكم ما بيلزقش تمام، بس لو بيلزق حطوا ادهنوا دهن بزيت بسيطه خالص، تمام. بحط الفتيل كده كامل وبقطعه كده بالنص بالسكينه. دي طريقه. ممكن انا بعمل بقى طريقه تانية برضو اللي انا اعمل فتيله واحده بس على قد البقسماطيه. باخد حته صغيره كده من العجينه وافتلها كده بايدي زي ما انتم شايفين. دي هتبقى بقسماطيه كبيره شويه بس واحده بس. دي طريقه برضو. وبحطها في قلب السمسم كده وبفردها وبحطها بقى ايه في قلب الصاج برضو. وبراعي ان انا اسيب مسافات كويسه عشان مش كبيره يعني، بسيب مسافات كويسه عشان خاطر لما يسيبه بيرتاح بعدها بنص ساعه او يخمر، تمام. بحجمه بيتضاعف، تمام. وبرده لما بيدخل الفرن عشان خاطر ياخد راحته في السوا كويس جدا وايه ويتحمر من جميع الجوانب. دي بقى طريقه تانية برضو. بفتل كده الخيط كده طويل زي ما انتم شايفين وبسويه بالسكينه قبل ما انقله في قلب الصاج. بسويه كده وبقطعه كده زي ما انتم شايفين بالسكينه قبل ما احطه في قلب الصاج. ليه بقى؟ عشان خاطر ممكن انا اعمل كميه كده واحطها على الرخامه واجي ارجع ارص بقى كده ايه على الصاج براحتي، تمام. زي ما انتم شايفين كده انا كده رصيت بقى خلاص البقسماط كله زي ما انتم شايفين. عمل معايا 3 صاجات من نفس الحجم ده. هسيبه بقى ايه يخمر نص ساعة، تمام. بس احنا في الشتاء هنسيبه يخمر بقى ايه ساعة كاملة. لو في الصيف هنسيبه يخمر نص ساعة بس ويدخل فرن ساخن متسخن قبله ب10 دقايق.
بولع الفرن من تحت بس على نار اقل من المتوسطه بشويه للفرن الصغير، والفرن الكبير درجه حراره متوسطه بولع من تحت بس. بياخد من تلت لنص ساعه على حسب برضو تسويه الفرن بتاعكم. ممكن البقسماط يستووا معاكم قبل مثلا ما يكون خد الوقت معايا طويل، ياخد منكم معاكم 20 دقيقة بس. مثلا انا خد معايا 25، ممكن ياخد مع غيري ربع ساعة، ممكن مع غيري ياخد نص ساعة كاملة. تمام، على حسب الفرن بتاعكم زي ما انتم شايفين. خلاص، ما بولعلوش الشواية نهائي، هو بيتحمر لوحده كده زي ما انتم شايفين. بصوا جميل ما شاء الله عليه، مقرمش جدا ومفرغ من جوه. وحضروا بقى الشاي بلبن وكلوا بقى وحطوه برضو في اللانش بوكس للاطفال، هيحبوه جدا. ويلا بقى جربوه. السلام عليكم، باي باي.